اليوم الوالد الكريم قال لي تشهيت شخشوخه حاره، وانا ما كان عليا غير نحط الطاجين في هذا السخانه وندير له ابن شخشوخه بوس عاديه حاره. اللي ما جربهاش من قبل غير يكمل الفيديو للاخر لانه ما تستراتاش. راح نجيب اولا السميد الارطب تاع سوسيمي، انا هذا هو اللي نديرو في الشخاشخ هايل. نملحو ونجمع العجين بالماء عادي كيما المسمن، ونروح نحطها تستعجن في البيتخا ولا بيديكم نورمال. ونجي نوجد لاصوص وين نحط اللحم الغنمي، تقدروا ديروا الدجاج ولا واش متوفر. نزيد شويه سمن وزيت ونقليه مليح باش يطلق البنه تاعو، ومن بعد نحط كميه مليحه من البصل والفلفل الحار، ونتبل بالملح مع الفاح البوس عادي العكري الحار وشويه قزبر ونقليه مليح. ومع الاخر نزيد الطماطم المرحيه مع فلفل دريس للحروريه، الدبشه، طوماط كونسونطري والثوم، ونرجعهم يتقلاو. والعجين تاعي بعد ما تعجن قرصتهم لوزات صغار كيما راكم تشوفوا، ورحت مرقت لاصوص تاعي، زدت لها قرن فلفل حار، غلقت لها كوكوط وخليتها طيب. وفي صحن صغير خلطت شويه زيت مع ماء، هذا هو الخليط اللي نديرو بين اللوزه وختها باش نفتحهم ونطيبهم على الطاجين حتى يتحمروا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نفتحهم بهذه الطريقه ونفتتهم، والفتات نتاعي راهو واجد. وبعد 40 دقيقه بالضبط لاصوص كانت طابت. شوفوا لي كيفاش جات ميدمه، نحي لي دام هذاك واللحم ونجمرها على نار قليله في طاجين ولا قدره واسعه، ونزيد لي دام هذاك بالتدريج ونكمل نجمر حتى تتشربوا بهذه الطريقه. وما تخافوش ماهيش راح تجي معجنه لانه الفتات تاعها يجي شويه خشين. المهم زينتها بلا صوص مع اللحم والبصل والفلفل. المهم انا فرحت الوالد الكريم وتشوط في هذا السخانه، وهذا ما كان.